شقيق عصام تاج لاعب كرة اليد التونسية ولاعب فريق نادي مونبلييه. امامنا هنا استلام التحرك من جانب حمدي النجاز، عدى حمدي النجاز خطرة وكرة عرضية خطيرة وهدف اول عن طريق اللاعب مروان تاج. هدف اول عن طريق اللاعب مروان تاج في ظل ضغط قوي جدا. ياتي الهدف الاول من نفس الجملة من ناحية الشمال من عند حماده طلبه ومعروف، وعاملين زيادة على طول حمدي النجاز، والمرة دي اللاعب في الموسم الماضي. امامنا كره مقطوعه نادي الزمالك في ارتباك حمزه، امامنا الاحمر كره بينيه خطره جدا، بغداد يسجل الهدف الثاني في وسط اخطاء دفاعيه قاتله. ياتي الهدف الثاني بعد مرور 10 دقائق. بغداد بنجاح امامنا اهو في اللقطه الماضيه، الكرات اللي بتلعب خلف المدافعين وخطا دفاعي وخروج احمد الشناوي، ويسجل بغداد بنجاح الهدف الثاني في هذه الامسيه في الزمالك. ادي باسم على طول يلعبها حلوه قوي الى عمر جابر، ايمن حفني وادي امامنا محاوله للزمالك وايمن حفني يا ولد يا ولد يا ولد يا ولد، سكت الكلام والمدفع ايمن حفني في الشباك لياتي بهدف تقليص النتيجه. يا ولد يا ولد يا ايمن يا حفني يا لعيب، سجل في سانجا وسجل في مرمى اليوبار من ركله الجزاء، ويسجل كوره في وسط هذه الاجواء ووسط هذه الظروف. هذه هي قيمه الساحل باي ظل معروف يوسف. ادي بغداد بنجاح، استلام على طول خطره جدا، ايهاب المساكني خطيره 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 خطيره، وهدف للاعب علي البريجي في وسط هذه الرقابه الغائبه. شوف استلم ازاي، وعهاب المساكني عملها ايه؟ عملها الى علي البريجي عشان يسجل الهدف الثالث بضربه راسيه في الدقيقه 35. علي البريجي نتيجه تقيله قوي على الزمالك في ال 35 دقيقه اللي مضت. ادي احمد الشناوي في اللقطه تابع ركنيه جديده، هي الخامسه في اللقاء. مهدي سعاده خطره جدا لكن كوفي طلع، وادي امامنا هي ترتد الكره وتسديده قويه. يا خبر ابيض يا خبر ابيض على الهدف، يا على الهدف الرابع. ادي امامنا هنا هي الكره تسديده صاروخيه من جانب اللاعب مروان تاج عشان يسجل الهدف الرابع في الدقيقه 82. مروان تاج. احمد الشناوي النهارده مش في مستوى، لكن في كوارث حقيقه في الدفاع. كره تبعد كده حازم، لكن النجم افضل نجم. نجم اليوم يستحق هذه النتيجه العريضه، هذا الفوز الكبير. والشناوي والهدف الخامس ياتي عن طريق اللاعب صدام بن عزيزه امامنا اهو في الدقيقه 86. هذه صدام بن عزيزه 5-1، نتيجه قاسيه جدا لنادي الزمالك لم تحدث منذ خساره فريق امام